لو فاكر إن الشركات التكنولوجية العملاقة بتشارك أكواد برامجها مجانا بدافع عمل الخير وبس، فالموضوع وراه استراتيجية ذكية جدا غيرت شكل الويب تماما. أهلا بيك في عالم الأوبن سورس أو البرمجيات مفتوحة المصدر. المصدر المفتوح ببساطة معناه إن الكود البرمجي للمشروع نفسه متاح للجميع، يعني أي حد يقدر يقراه يعدل عليه ويساهم في تطويره. والشركات الكبيرة بتفتح أكواد بعض أدواتها عشان تستفيد من الابتكار الجماعي، لأنك لما تفتح كودك للعالم آلاف المبرمجين المحترفين هيجربوه ويكتشفوا الثغرات الأمنية فيه ويقترحوا تحسينات تخلي التكنولوجيا دي تتطور بسرعة فائقة وبدون مجهود ضخم من الشركة. بجانب إن فتح مصدر التقنية زي لغة برمجة أو إطار عمل بيخليه يتحول لمعيار أساسي في الصناعة ويهيمن على السوق، لأن كل المطورين والطلاب بيتعلموه، وده بيدي الشركة نفوذ تقني ضخم، بالإضافة لكسب ثقة المستخدمين والشركات التانية اللي بتقدر تفحص الكود بنفسها وتتأكد إن مفيش أي برمجيات خبيثة أو تجسس. لكن وسط الحماس للمشاريع الحرة دي بنشوف مطب فني متكرر بيقع فيه مبرمجين كتير، وهو الاعتماد الكلي على مكتبات أو حزم مفتوحة جوه مشاريعهم من غير ما يتأكدوا من تاريخ تحديثها أو نشاط المجتمع اللي وراها. الاعتماد على مكتبة مهجورة ومفيهاش صيانة دورية ممكن يفتح ثغرة أمنية خطيرة في سيرفرك ويهدد استقرار النظام بالكامل بعد فترة. الإضافة الذكية اللي هتوزن بيها معلوماتك في المجال هي إن أغلب البنية التحتية الحالية للإنترنت، من أول نظام أندرويد على الموبايلات لحد سيرفرات لينكس العملاقة ولغات زي بايثون، كلها قائمة بالكامل على الأوبن سورس. يعني العالم الرقمي كله متحرك بقوة مجتمعات المطورين دي. في النهاية البرمجيات الحرة أثبتت إن التعاون البرمجي المفتوح بيبني أنظمة أقوى بكتير من الأكواد المغلقة. شاركوني في الكومنتات، تفتكروا إيه أشهر مشروع مفتوح المصدر بتستخدموه في يومكم من غير ما تحسوا؟ اضغط لايك وسبسكرايب عشان الفيديو الجاي هنفكك فيه لغز الفريمورك وإزاي بتختصر وقت المبرمجين.